اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الفل وصباح الياسمين. الفته يعني العيد والعيد يعني الفته. النهارده ان شاء الله نعملها بطريقه سهله وبسيطه من غير افتكاسات كتيره. نبدا ونسمي الله. اول حاجه معايا في الفته هنسلق اللحمه. هجيب الحله بتاعتي، هنزل معلقه سمنه كبيره. معايا اللحمه بتاعتي شطفها شطفه سريعه. هبدا انزلها في الحله، هديها صدمه على الناحيتين. نص معلقه فلفل اسمر، حبهان ورق لوري، بصلايه، طماطميه متقطعه مكعبات. اول ما تسمعي صوت الطشاشه بتاع اللحمه ده هتنزلي عليها بالميه السخنه. ما عندكيش كتل، حطي حله جنبك على النار اغلي فيها ميه. هنزل بقى بكميه الميه السخنه المناسبه للحمه، لكميه اللحمه بتاعتك. هشيل بقى الريم اللي على الوش كده، واسيب بقى اللحمه مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها كده لغايه ما تستوي. هطلع لك شويه شوربه طعمهم تحفه. بصي الشوربه بتاعتي كده، اللحمه بتاعتي استوت والشوربه بتاعتي لونها حلو قوي كده. احنا خلصنا اول حاجه، نبدا بقى في تاني حاجه للفته. هنا معايا معلقتين سمنه كبار، سمنه فلاحي بس تكون سايحه. هنزل عليها معلقه ملح وفلفل اسمر. هاتي بقى كميه العيش اللي انت محتاجاها، قطعيها بالمقص كده مكعبات، بتدي شكل حلو قوي في طبق الفته بتاعي. وانا بقطع انا مشغله الفرن. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير. قطعي بقى كل كميه العيش اللي انت محتاجاها. هبدا انزل بقى بالسمنه بتاعتي اللي انا مبهراه بالملح والفلفل الاسمر. هغلف بقى العيش وهدخلها في الرف اللي في النص، وكل شويه هقلب العيش عشان ما يتحرقش منك. انا كده العيش بتاعي في الفرن. هبدا اعمل بقى الرز. معلقه سمنه، شويه زيت، الرز بتاعي مغسول. هنزله على الماده الدهنيه بتاعتي، اغلفه كويس. هنزل بقى بكميه الميه بتاعتي واحط له الملح بتاعه بس، وادي له غلوتين على نار عاليه وبعد كده بطشي عليه. كده احنا خلصنا تاني حاجه للفته. نبدا بقى نعمل الثوم. معايا برضو سمنه، هجيب معلقتين ثوم مفروم. يدوبك اول ما يوصلوا للون الجلد بتاعي هنزل عليهم بالخل. ما تصعبيش حاجه على نفسك، لو اول مره تعملي الفته امشي على الخطوات بتاعه الفيديو هتعمليها ويطلع منك طعمها حلو قوي. يدوبك بس تاخد غلوه وهشيلها. الناس بقى اللي بتحب الصلصه هنعمله برضو الصلصه. معايا معلقه سمنه، هنزل عليها بمعلقه ثوم مفروم. اول برضو ما ياخد اللون الجلد هنزل عليهم بخل، معلقتين خل او معلقه خل. هنا ممكن تجيبي طماطم تضربيها في الخلاط. انا كان عندي طماطم متسبكه طلعت منها حته كده، وهبدا ان انا اسيبها تفك معايا على النار. هي كده متسبكه، هبهرها بس ملح وفلفل اسمر وخلاص. العيش بقى بتاعي طلع، والرز استوى واللحمه استوت، كل حاجه استوت. سمع صوت العيش لازم بيبقى مقرمش بالطريقه دي واخد اللون الجولد بتاعك كده. هبدا بقى انا اجيب طبق التقديم بتاعي ورز. اول حاجه هنزل عليه بمعلقه شوربه، بعد كده هنزل عليه بالثوم والخل ومعلقه صلصه. هفرد الرز برضو نفس الكلام. انا من الناس ما بحبش العيش بيبقى بايش كده، انا بحط شويه شوربه صغيرين، وبقيه الحاجات اللي عندي الثوم والصلصه والحاجات دي بحطها في بولات صغيره، اللي عاوز يزود يزود. هنا بقى انا هقفل الطبق بتاعي، اقفليه بالشكل اللي يريحك. وهبدا اجيب اللحمه بتاعتي، انا ما حمرتهاش، هحطها على الوش. ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. طبعا احنا داخلين على امتحانات الثانويه العامه، ندعو لاولادنا اللي في الثانويه العامه يا رب ينجحهم يا رب، ويكبر بخاطرهم ويسهل لهم الصعب، هم واولاد المسلمين اجمعين. كده انا خلصت الطبق بتاعي، ان شاء الله يعجبك وربنا يحسن ما بين ايديكم.